بوكو بوكو ياوي. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا وكل حاجه حلوه في الدنيا كده يا رب. وطبعا اكيد اتخطفتوا من العنوان اللي بره، انا عارفه زي ما انا اتخطفت كمان، مش عايزه اي واحده على اي تعليق او تتمسخر على هذه الكلام اللي هنقوله، ها، عشان الكلام ده مهم يا جماعه. واحده واحده كده يا حبايبي، عارفه انتوا اتخطفتوا ازيكم، انا كمان اتخطفت برضو. بس عايزين نسمع فعلا ايه الموضوع الغريب اللي انا شفته، وحبيت اديكم فعلا يعني اتكلم ودي معلومه عرفتها فلازم اقول لكم عليها. طبعا يا جماعه انا من خلال هذا موقعي اللي انا قاعده فيه دلوقتي ده ببعت رساله لاي حد يا جماعه يمتلك حماره، انثى حماره يعني قصدي احنا بنقول انثى حماره بنوقرها يعني. اذا كان بقى عنده كرو، اذا كان عنده حنطور، قد ايه فعلا انت عندك ثروه قوميه، يعني كل يوم كده تقوم تحبحب كده وتطبطب عليها كده وتغني لها بحبك يا حماري، ويكون شويه عليها كمان. ندخل بقى يا جماعه في الموضوع فعلا، ان ازاي ان الحماره دي يا جماعه بقت يعني حاجه ليها قيمه كبيره بجد واحنا ما نعرفش. في يا جماعه عيله سلمى الزغبي وعيله اردنيه عملوا مشروع كده شخصي هي وابنها. وجمعوا طبعا يا جماعه مجموعه من الحمارات والجحشات والحاجات اللي يا جماعه معلومه يا جماعه لازم اقولها لكم. من الحمارات والحاجات دي، من الحماراتات، وجمعوهم وبياخدوا الحليب بتاعهم. طبعا بيقول لك ان فعلا ان انثى الحماره دي بخيله في الحليب بتاعها، يعني بيقول لك كل 6 شهور على ما تنزل لترين حليب. بيستنوا يا جماعه بياخدوا الحليب دون وبيحطوا بيودوه المعمل. بيضيفوا عليه مكونات تانية، طبعا بيحللوه الاول وبعد كده بيضيفوا عليه مكونات تانية زي زبدة الشيا وجوز الهند وزيت الزيتون. طبعا كلنا عارفين المكونات دي يا جماعه مفيده جدا جدا للبشره. بعد كده يا حبايب قلبي بيعملوها صابونه صفرة كده. الصابونه دي يا جماعه ب10 دولار. الصابونه دي طبعا منتشره جدا في بلجيكا وفرنسا والدول الاوروبيه من 4 سنين، يعني فعلا مشروع ناجح جدا جدا. سلمى، مدام سلمى اللي هي بتتكلم اللي هي صاحبه المشروع ده يا جماعه، بتقول ان الصابونه دي مجرد فعلا ان انت تغسل وشك بيها، البشره بتبقى بشره طفوليه. بتفتح البشره جدا، بتبعد التجاعيد، بتمنع التجاعيد، بتاخر الشيخوخه. حاجات كتيره جدا جدا ليها فايده من حليب انثى الحمار دي والمكونات اللي هي بتتحط معاها. طبعا يا جماعه ليها كل التقدير والاحترام، ومش معنى كده ان انا طالعه يا جماعه بنعلق عليها لان هي زعلانه جدا. هنسمع ابنها يا جماعه ونرجع لبعض تاني. والهجوم الشرس، كل فكرة جديدة أكيد بكون في عليها هجوم، وبالآخر bad PR is a good PR، خلينا نحكي. ومع الوقت راح يكون هذا المنتج إن شاء الله متناول للجميع والكل بيقدر يستخدمه وبيشوف الفوائد. طبعا يا جماعه سمعنا ابنها قد ايه زعلان ومتاثر قوي قوي، وان فعلا بيحصل ناس بتعلق على المشروع بتاعهم وبيتمسخروا عليه. وفعلا في يا جماعه فعلا في السوشيال ميديا فعلا تعليقات رخمه قوي قوي بسبب الموضوع ده، وفي ناس بتستهتر بيهم، وان طبعا يعني وفي ناس كتير يا جماعه ماشي ومش هيريحهم من حته حليب من الحماره والحاجات دي. لكن هو فعلا مشروع وناجح في الدول الاوروبيه جدا جدا. ويعني بيقولوا كمان ان لتر الحليب ده ب 80 دولار وب 60 يورو، معنى كده ليه قيمته وفي دول اوروبيه. فطبعا عايزه اقول له ليك كل التقدير، والمدام سلمى لها كل التقدير والاحترام. وطبعا بنشجعهم يا جماعه ان هم عملوا حاجه ناجحه فعلا بجد. وبنقول للجماعه بتوعنا هنا اللي هم بتوع الكرو، بتوع الحناطير يا جماعه، اللي بيبقوا نازلين على الحماير كده بالكرابيك وتك ترك، يا بتاع الكرو مش شايلها حمل يا جماعه، سبحان الله كتير حمل تقيل قوي. ولو هي ماشيه عيني بتزك برجلها كده الحمار ولا الحماره بيديله بالكرباج. والله العظيم يا جماعه بيقطع قلبي لما اشوف المنظر ده. طبعا ده كان فعلا يا جماعه الموضوع اللي انا شفته، واللي انا زعلت جدا ان الناس دي ان في ناس بتقلس وبتتمسخروا وبيستهزئوا بالمشروع بتاعهم. ودي حاجه كانت مضايقه مدام سلمى وابنها، فانا حبيت فعلا اقول لها ليكوا كل التقدير فعلا وكل الاحترام. وده مشروع ناجح، ومعنى ان هو يبقى في دول اوروبيه ومن كام سنه يبقى ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. وربنا يوفقكم وربنا معاكم يا رب. ما كنتش طولت عليكم يا حبايب قلبي وهريحكم. عايزين نقفل التعليقات، هقفل التعليقات عشان ما تتعبوش نفسكم، لكن انا بقى عملت ايه؟ قلت لكم المعلومه. يلا حبايبي بحبكم.